السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده نقول لكم قصة حلوة. تعالوا بينا تسمعها، وما تنسوش لايكات الحاجة هنية واشتراك يوصلكم مني كل جديد. يلا بينا نسمع القصة، يلا بينا. القصة بتقول ايه بقى يا حبايب قلبي؟ آه فتاة عزباء تنام في بيت شاب يبلغ من العمر 20 عاما في غرفة واحدة. العنوان بتاع القصة: فتاة عزباء تنام في بيت شاب يبلغ من العمر 20 عاما في غرفة واحدة ليلة كاملة. ازاي بقى يا حبايبي؟ نقول لكم ازاي. فتح لها الباب وقال في دهشة: من أنت؟ بنت ماشية وخبطت على باب، ففتح لها الشاب وقال لها: من أنت؟ قالت: أنا طالبة أتيت مع المدرسة وتركوني وحدي ولا أعرف طريق العودة. فقال لها: أنت في منطقة مهجورة. الشاب بيقول لها: أنت اللي بتخبطي عليا، أنت جاية منين؟ قالت له: أنا كنت في رحلة مع المدرسة وتركوني هنا لوحدي، ولو عارفة أرجع للمدرسة ولا عارفة أرجع بيتي. فقال: لا، أنت في منطقة مهجورة، فالقرية التي تريدينها في الناحية الجنوبية وأنت في الناحية الشمالية، وهنا لا يمكن أن تسيري وحدك إلى هذا المكان. فطلب منها إيه يا حبايب قلبي؟ الشاب ده طلب منها أن تدخل وتقضي الليلة بغرفته حتى حلول الصبح ليتمكن منه توصيلها إلى مكان بيتها. قال لها: خشي نامي عندي جوه، في الصباح إن شاء الله أوديكي لغاية المكان اللي أنت عايزاه، لغاية المدينة بتاعتك، هوصلك لغاية المدينة بتاعتك ولغاية منزلك. فطلب منها أن تنام على السرير وهو ينام على الأرض. بعد ما دخلها وجاب لها غيار، هي دخلت تلبس في الحمام يا جماعة، المكان بتاعه الخلاء، فخافت، فقت مقرفصة كده وقاعدة ولبست هدوم وقعدت على جنب. قال لها: قومي نام على السرير وأنا هنام على الأرض، وما تخافيش، أنت في أمان. ربنا سبحانه وتعالى لا يدخل الزاني إلى الجنة أبدا، إنما أنت في أمان. فنامت على السرير يا حبايب قلبي، وهي إيه؟ مغمضة عين ومفتحة عين، خايفة ومقرفصة في بعضها كده، وتنظر إلى إيه؟ الشاب ده. تقول لك لحسن يقوم على غفلة ويهجم عليا. خايفة وإيه؟ وغطت نفسها من كل جنب، من كل حتة، غير عينها بس اللي هي مفتحاهم يا عيني تراقب الشاب ده. وإذا بالشاب يقوم ويأخذ الشمعة ويولع بيها صباعه، وهي كل ده شايفاه. مسك شمعة مولعة وراح حاططها على صباعه، راح حرق صباعه. فهي اتخضت، قالت: ايه ده؟ ده قايم وبيحرق صباعه ليه؟ طب في ايه؟ فاتخضت اكتر. شوية تانية يا حبايبي راح قايم ماسك برضو نفس الشمعة وحرق صباعه التاني. فضل يا حبايب قلبي على المدة دي أكتر من ساعتين وهو يولع في صوابع إيديه. قالت: أكيد أنا وقعت تحت راجل مجنون، أكيد الواد ده في عقله حاجة وهو مجنون عمال يحرق في صوابعه، وبعد ما يحرق صوابعه هيجي يحرقني أنا. وهي فكرته أصلا إن هو مش بني آدم، لا، قالت لك ده جن، وهو اللي فتح لي الباب وبيمارس طقوس. يا رب يستر. وفضلت تدعي وعينها تدمع وتدعي لغاية ما الصبح صبح. لا هي نامت ولا الشاب ده يا حبايب قلبي نام خالص. وفي الصباح يا حبايب قلبي أخدها الشاب ده ووصلها إلى منزلها وانصرف. فلما دخلت الشابة البنت دي إلى أبيها ولقاها منهارة ووشها أصفر، قال لها: في ايه؟ انت كنت فين وما جيتيش امبارح بالليل واحنا دورنا عليكي وما خليناش حته اللي مدورنا، والدنيا كانت ليل ومش عارفين نوصل لك. قالت لهم: الباص اللي انا كنت راكباه تركني في المكان، ولم اجد اي منزل ولا اي بيت ولا حد معدي ولا حد ماشي ولا عارفه اسال حد، الا لقيت بيت بس كده. خبطت لقيت شاب
قضيت عنده الليلة دي. بس والله يا والد هو عنده مرض شديد. قال لها ليه؟ قالت له كان كل شوية ياخد الشمعة ويحرق صباعه، وكل شوية ياخد الشمعة ويحرق صباعه، فأنا كنت مخضوضة منه وخايفة. فالأب شك في الأمر، قال لك إزاي يعني واحدة جميلة زي بنتي كده 20 سنة تبات عند شاب وتقول لك طول الليل يولع في صوابعه؟ لا 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 لا، يبقى الأمر فيه شيء. سأذهب إلى الشاب ده وأشوف الموضوع أنا بنفسي. راح قال لها اوصفي لي المكان اللي انت كنت فيه. قالت له ليه يا ابي؟ قال لها عشان هروح اشكر الشاب ده اللي انت بتتكلمي عنه. فلما وصفت له سافر الاب الى المكان الشاب ده، وخبط طرق الباب. فلما فتح لابو الست دي قال له السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. قال له وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. قال له من انت؟ قال له انا عابر سبيل المكان دوت، العربيه عطلت مني فانا حبيت استريح عندك. فقال له طب اتفضل. فلما دخلوا لقى ايديه ملفوفه، صوابعه كلها لففها، الاربع صوابع والثلاث صوابع من الناحيه التانيه، 8 صوابع محرقهم، وماسك الشمعه كان بايد. فقال له مالك يا ابني وايه اللي عمل فيك كده؟ قال له والله يا ابي حصل معايا موقف امبارح ساحكي لك عليه. قال له ايه؟ قال له خبطت عليه فتاه جميله، ما جميله الا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، في عز جمالها والأنوثة وكل حاجة فيها جميلة، وكانت تايهة فدخلتها عندي واديتها غيار من عندي وأكرمتها ونيمتها على السرير وأنا نمت على الأرض. فيا والدي كل ما الشيطان يقول لي قوم اهجم عليها وخد منها كل حاجة، أجيب الشمعة وأحرق صباعي، فالنار تلسعني أفتكر نار الآخرة، وانام على الارض الشيطان يوسوس لي تاني اقوم تاني عشان اقوم اهجم عليها اروح حارق صباع التاني. ففضلت احرق في صوابعي الى ان صبح الصباح، ووصلتها الى دارها واطمئنيت عليها ان هي دخلت بيتها، ورجعت تاني وزي ما انت شايف حال صوابعي. فقال له الرجل بارك الله فيك يا بني، طيب انا بعزمك عندي، والله انت اكرمتني وقعدتني عندك، انا بكره عندي فرح بنتي، تعالى انت تكون عندي ضيف واكرمك زي ما انت اكرمتني واكرمت البت بتاعت امبارح ده، وربنا كرمك انك ما اعتدتش عليها، الله يبارك في عمرك يا ابني، بكره هنتظرك. واداله العنوان يا حبايب قلبي وراح ماشي. الشاب تاني يوم بقى بيفكر ايه، اروح لا ما اروحش، لا اروح ما اروحش. فقرر انه ايه، يروح الفرح ده ويشوف الراجل الطيب ده. فلبس وراح خبط، فتح له الراجل ده سلم عليه، قال له يعني انا مش شايف زينة ومش شايف معازيم ومش شايف حاجة. قال له ثواني وكل حاجة ايه هتبقى تمام، انت عامل ايه وصوابعك عاملين؟ قال له والله يا والدي صوابعي تعباني جدا ومش عارف اعمل ايه. قال له ماشي. وخرج، قال له اقعد انتظر لحظة. وخرج نده بنته قال لها انا ادخل على الاوضه وانت تجيبي مني ورا مني الشاي وتيجي تقدميه. فدخل الاب وقعد، والبنت خبطت على الباب، ابوها قال لها اتفضلي. دخلت تقدم الشاي، الشاب بص لها كده واندهش، قال لها ايه ده؟ هو انت ايه اللي جابك هنا؟ انت مين؟ قالت له انا بنت الراجل ده. فالراجل ده قال له يا ابني بنتي حكيت لي قصتك كلها معاها، وانا ما صدقتش ان في شاب عنده 20 سنة تبات عنده بنت جميلة بهذا الجمال ولم يعتدي عليها، فجيت عندك واتأكدت من صدق كلام بنتي، فانا اليوم سأزف اليك بنتي، سأزوجك بنتي، اللي انت ما قدرتش تاخده منها في الحرام انا هديهولك في الحلال. وراح خارج نده مراته واولاده، والزغاريت اشتغلت، وبعت جاب المأذون وكتب كتابه على البنت دي، وقال له يا ابني من ترك شيء لله عوضه الله احسن منه، فانت تركت بنتي خوفا من الله، فالله جمعك بها في الحلال. فحبايب قلبي القصة دي عجبتني، حبيت اقولها لكم، ولو عجبتكم ما تنسوش الشير وتفعيل الجرس والاشتراك في القناة ويوصلكم مني كل جديد، واللايكات الحاجة هنية، القصة دي هتكبر بيكم وليكم والله العظيم. فلو نسيتوني القناة كلها هتنتهي،
فأرجو منكم وليس يعني مش أمر مني، ده رجاء إنه تشتركوا في القناة وتفعلوا